مرحبا بكم في قناة شهوات وأكلات مطبخي. اليوم جبت لكم الوصفة ديال الكويرات السردين بالطريقة المسفيوية، طريقة ديال زمان ولكن راها رائعة. المذاق ديالهم كيجي جد رائع. غنشارك معكم ان شاء الله الطريقة وحتى المكونات. اول حاجة بالنسبة للسردين، خديت هنا كيلو، نظفته، طحنته، غنضيف ليه الملح اللي كتبقى حسب الذوق، الابزار او الفلفل الاسود هنا خديت نص معلقة صغيرة، كنضيف البابريكا او التحميرة خديت 2 معالق صغار، وكنضيف الكركم او الخرقوم بلدي، ضفت كذلك الكمون حتى هو معلقه صغيره، وغنضيف واحد المعلقه صغيره مع مراش ديال القرفه بلديه مطحونه، هي اللي كتعطيهم هذا المذاق اللي كيجي صراحه جد رائع. وكنضيف كذلك القزبر مطحون، تقريبا هنا معلقه صغيره تكون عامره مزيان ديال القزبر مطحون. هنا الثوم اللي هو يعني مهروس، خديت منه 3 ديال الفصيصات ديال الثوم، والقزبر والمعدنوس مطحونين، تقريبا معلقه عامره من كل واحد. صافي كنخلط هاد المكونات وكنشكل منهم كويرات، كديروا الحجم اللي بغيتو حسب الذوق. هنا في واحد الطنيجره وضعت زيت المائده، وضعت الثوم، البصله، ورقه الرند او ورق سيدنا موسى، خليتهم حتى تشحروا مزيان، وضفت لهم قياس 2 ديال الطماطم مطحونين او 2 مطيشات مطحونين، وغنضيف لهم كذلك التوابل حتى هما، الابزار، الملح، سبق لي ضفتها مع البصله، وغنضيف البابريكا او التحميره، شويه الكمون، شويه الخرقوم او الكركم، وكنضيف كذلك القزبر مطحون. كنضيف جميع التوابل اللي ضفت في السردين الا القرفه هي اللي ضفتها في الكفتات السردين بوحدها. بعد ما حركت هاد المكونات كنضيف لهم واحد شويه ديال الماء، وكنخلي ديك مطيشه حتى يعني ديك لاصوص حتى كتعقد مزيان مع ديك التوابل. ومن بعد كندوز كنضيف ليها قياس معلقه ديال مطيشه الحك او مركز الطماطم. بعد ما كنضيف ليه واحد شويه ديال الماء كذلك حتى هو، وكنخلطهم مزيان صافي. وكناخذ يعني كنضيف الماء، هنا ضفت الماء اللي غادا يعني نحضر به الصلصه. صافي كنغلق عليه ونخليه حتى كيغلي. هنا بعد ما غلى هذاك الماء يعني غلات لي هذيك لاصوص، صافي كندوز باش كنضيف ليها الكويرات ديال السردين. هاد الكويرات الصراحه راه كيجيو رائعين، وهاد النكهه اللي تجي فيهم مميزه، روعه روعه صراحه. كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم وحتى نتوما تحضروهم بهذه الطريقه. كنضيف كذلك الزيتون، هنا خديت واحد شويه ديال الزيتون وشويه ديال الحامض مصير، كذلك واحد الفلفله حاره صغيره صافي. وكنغلق عليها حتى كتعرق هذيك يعني حتى كتشرب عفوا هذيك المريقه. هانتوما كتلاحظوا كتصبح عاقده، راه كيجي فيها واحد المذاق رائع. نتمنى ان شاء الله الفيديو تعجبكم، ونشوفكم فيديو اخر ان شاء الله تعالى.